أهلا بيكم. أنا سميعة اللوبة. هكلمكم النهاردة بمناسبة العيد. هكلمكم عن التضحية. التضحية أكيد كل شخص فينا بيجيله مواقف يبقى لازم مضطر إنه أو ظروف محتاجة إنه هو يضحي. الواحد يضحي بإيه؟ إمتى بيسمي نفسه ضحى؟ لما بيتخلى عن حاجة هو بتريحه أو هو محتاجها أو هو بيحبها أو بيفضلها يا إما هدف آخر، يا إما لظرف أهم، يا إما لشخص آخر. التضحية هي عبارة عن التخلي عن رغبة راحة شخصية لرغبة وراحة موقف تاني أو شخص تاني. مهم قوي إنه في المجتمع كلنا نضحي لبعض. اللي ما بيضحيش بيبقى شخص أناني ومش هيلاقي الشخص اللي هيضحي عشانه لما هو يحتاج التضحية. برضو التضحية هيبقى لها حدود زي ما اتفقنا. التضحية لو كانت مش هتسبب لنفسي ضرر يبقى طبعا أضحي بيها. أوقات بسيطة وظروف معينة قاسية جدا اللي بتخلي الواحد يقبل إنه هو كمان هيتضر عشان يقلل ضرر أكبر على ناس حواليه. احنا ناخد مناسبة العيد ونفكر إيه الحاجات اللي احنا مستعدين نضحي بيها أو عاوزين نضحي بيها. ممكن تكون مثلا هنشرك كمان أطفالنا لو عندهم لعب كتير وفي حاجات متكررة، وحتى لو مش متكررة بس في مجموعة كبيرة نسألهم هم يا ترى بيحبوا يضحوا بإيه عشان الأطفال اللي ما عندهمش لعب كتير، ونخليهم هم نفسهم يا إما يجوا معانا هيروحوا يدوا اللعب دي في مكان معين أو هيدوها لناس معينة. نشركهم في العمل اللي هم عملوه ده ونحسسهم بالفخر اللي لازم يحسوا بيه لما يكونوا حسوا انهم ضحوا بحاجة عشان هيسعدوا ناس تانية. احنا نفسنا ممكن قوي نضحي بوقت راحة كنا عايزين نستخدمه عشان نساعد حد تاني في أزمة، سواء بقى بمجهود هنعمله، سواء بوقت هنروح نمضيه مع الشخص ده، سواء هنضحي بكماليات لنا ممكن نقللها من عندنا ونديها لناس تانية. التضحية صفة جميلة ومهمة. كل شخص فينا لازم يفكر إيه اللي هو حابب يضحي بيه عشان يسعد آخرين. في نفس الوقت أنا شخصيا بحب أفكر إنه برضو هيبقى لها حدود. مش لازم أضحي زيادة عن اللزوم وأحط أسرتي أنا والناس المقربين أوي ليا أنا في مواقف حوجة أو في ظروف مش ظريفة عشان أبسط ناس تانية على حساب الأقارب ليا. زي أي حاجة تانية لازم يبقى فيه توازن. ما أضحيش زيادة عن اللزوم عشان اللي حواليا ما ياخدونيش يعني حاجة أكيدة مش هيعملوا حسابي. دايما هيعملوا حساب إنه هم هييجوا عليا أنا وهيطلبهم مني أنا ويبتدوا هم يريحوا نفسهم زيادة عشان عارفين إنه في حد تاني هيتعب لهم، وفي نفس الوقت عشان ما أذيش الناس اللي حواليا واللي برضو محتاجين مجهودي أنا ما أذيهمش عشان أريح ناس تاني. لو هتكلم عن مواقف شخصية، أنا مثلا شخص بشتغل كتير، بعمل مجهود كبير قوي في حياتي اليومية. بدرس فبعمل مجهود جسدي كبير، أو بدرس ساعات كتيرة في الصبحية لأني بكرس وقت بعد الظهر لجوزي. فجوزي وبيتي عندي لما بروح عندي حاجات كتير أعملها، فبتحرك كتير وبساعد، ولو عندي برضو أصحاب قريبين أو أقارب ببقى عايزة أساعدهم وأروح أشوفهم، فبيبقى يومي مشغول جدا. يوم الأجازة لو قررت أخيرا زي ما قلت لكم أخيرا نجحت أخد يومين أجازة، ما برفض شغل يوم السبت ويوم الحد عشان هنا دي الأجازة، عشان في حاجات تانية مهمة لازم أعملها. لازم أثقف نفسي، لازم أرد على إيميلات، لازم أكلمكم شوية، لازم أنظف بيتي، لازم أخد بالي يمكن أخرج جوزي أخرج معاه، في حاجات كتير تتعمل. أنا عشان الشغل الكتير والتعب بحس إنه في يوم في الأسبوع مش عايزة أخرج من البيت، لازم أخد وقتي وأصحى براحتي وأعمل بقى كل الحاجات اللي متأخر عليا في الأسبوع. لكن مثلا النهاردة في أصحاب وصديقة مريضة شوية، بقالها فترة مريضة بتتعالج برضو، وكان نفسها إنه نتقابل، وأنا كمان كان نفسي قوي أشوفها، فعملنا كذا محاولة ما نفعتش. امبارح اتكلموا قالوا إنهم ممكن يشوفونا النهاردة عندنا كان السبت وبكرة الحد عندنا ارتباط فلازم هخرج من البيت، فكنت قايلة السبت مش هخرج لاني محتاجة الراحة دي. بس عشان صاحبتي قدرت انها النهاردة نتقابل ففكرت طبعا لا هضحي باليوم الراحة النهاردة وهعمل المجهود واروح مادام ده هيبسطها. طبعا اللي بيبسط الاخرين بيبسط
النفس كمان. ده الحاجات اللي أنا مستعد أضحي بيها. انتوا يا ترى مستعدين تضحوا بإيه؟ اكتبوا لي.